أهلا بيكم مرة تانية يا أولياء الأمور. في الدرسين اللي فاتوا اتعلمنا عن العد أو الكاونتينج. دلوقتي هنتكلم عن مهارة تانية مهمة في أساسيات الرياضيات. المهارة دي هي القدرة على معرفة عدد الحاجات في مجموعة بسرعة من غير ما نعدهم واحدة واحدة. تخيلوا مثلا وانتوا بتلعبوا أي لعبة عائلية فيها زهر. لما بترمي الزهر بتقدر تعرف فوراً عدد النقط اللي ظهرت من غير ما تعدها. القدرة دي على تمييز الأنماط أو spatial patterns بسرعة مهمة جداً. لما طفلك يقدر يعمل كده هيبدأ يقارن بين مجموعتين ويستنتج حاجات، زي مثلاً يقول There are more apples and less oranges، يعني التفاح أكتر والبرتقان أقل. ده بيساعده يبدأ يفكر بشكل رياضي أو reason mathematically، وبيخلي انتقاله لمفاهيم زي الجمع والطرح أسهل بكتير. طفلك ممكن يحتاج مساعدة عشان يطور المهارة دي، ودي شوية طرق بسيطة ممكن تعلمه بيها. أنشطة عملية لتطوير المهارة: 1. أطباق النقط أو الدوت بليتس. التجهيز: ممكن تعملوا مجموعة أطباق ورقية عليها أنماط من النقط. ممكن تستخدموا ستيكرز أو قلم ماركر. اكتبوا الرقم الصح على ظهر كل طبق، يعني مثلا لو في 3 نقط على وش الطبق اكتبوا رقم 3 على ظهره. ابدأوا ب5 أطباق بتمثل الأرقام من 1 ل5. الأدوات: طفلك هيحتاج حاجة يبني بيها الأنماط اللي بيشوفها، زي قطع العد أو الكاونترز اللي بتكون موجودة في ألعاب زي السلم والتعبان، وممكن كمان تعملوها بنفسكم من ورق الفوم. ممكن تستخدموا عملات معدنية، بس قدام في الكورس هتعرفوا إن الكاونترز ليها فوايد أكتر. الطريقة: وروا طفلكم طبق من الأطباق دي لثواني قليلة بس. في الأول ممكن توروها له لمدة 5 ثواني، وبعدين بالتدريج قللوا الوقت كل ما مستواه يتحسن. بعدين اطلبوا منه يبني نفس النمط اللي شافه باستخدام الكاونترز، ويقول لكم هو شاف كام نقطة. للمستويات المتقدمة، لما يتقن الأنماط لحد 5 ابدأوا اعملوا أطباق بأعداد أكبر وأنماط أعقد. خلوا النمط متركز في النص عشان يكون واضح. ممكن تستخدموا لونين، بس ابعدوا عن الألوان الفاتحة قوي لأنها ممكن تكون صعبة في الرؤية. ولما توروه طبق زي ده اسألوه سؤال مهم جدا: How did you see it؟ انت شفتها ازاي؟ ممكن يقول أنا شفت 4 حمر و3 سود، أو ممكن يشوفها 5+2. مش كل الأطفال هيشوفوا النمط بنفس الطريقة بالظبط. 2. الدومينوز. الدومينوز كمان أداة ممتازة للمهارة دي، ولو ما عندكوش دومينوز ممكن ترسموا الأنماط بتاعتها على ورق، أو تعملوا بحث على جوجل عن دومينو فلاش كاردز وهتلاقوا مواقع كتير ممكن تطبعوها منها ببلاش. الطريقة: وروه قطعة دومينو واحدة وخليه يبني اللي شافه بالكاونترز، وما تنسوش تسألوه الأسئلة المهمة: What did you see and how did you see it؟ لو وريتوه قطع زي دي اسألوه شاف كام نقطة في الإجمالي. بالطريقة دي هو بيبدأ يتعلم أساسيات الجمع أو الأديشن، لأنه بيلاحظ إن 4 نقط ونقطة كمان بيعملوه 5. نقطة مهمة: لو لاحظتوا إنه بيعد النقط سواء بصوابعه أو بعينيه قللوا الوقت اللي بيشوف فيه النمط أكتر. الهدف من الأنشطة دي هو إنه يلقي نظرة سريعة ويقدر يكون الشكل اللي شافه من غير معد. في الدروس اللي جاية هنتعلم عن أدوات تانية زي إطار ال5 وإطار ال10 أو ال5 and 10 frames. في الدرس ده انتوا علمتوا طفلكم إزاي يعرف كمية من غير ما يعد، وكمان إزاي يجمع مجموعتين عشان يوصل للإجمالي. بالمهارات دي هو بيتعلم أساسيات الجمع والطرح. يلا بينا نروح للقسم الجاي عشان نساعده يطور فهم أعمق للأعداد.